كان عبك في نفس الحي مقابله كانت مكتبة وبيت الشيخ صفر الحوالي حفظه الله تعالى. أنا كنت من الناس اللي بزاف هذا يروح عند الشيخ صفر الحوالي رحمه الله ونروح عند الشيخ رابع بنت. متطرف تستر في ثياب الوعظ والنصح، وإرهابي تسببت فتاويه في إراقة الدماء وموجات من التكفير والتفجير. سفر الحوالي الذي أسس تيارا شديد التطرف عبر كتبه ومحاضراته ودروسه، وكان له دور كبير في نشر التطرف وتحريض الشباب على العنف وإسالة دماء الأبرياء في كل مكان. شوف، من فجر ومن قتل له علينا حق الإسلام، ترى لا نكفره لأنه فجر. نعم هذا يجب أن تفهم، لا ننتقد الطرف الآخر. يعني إذا افترضنا ما قاله الفقهاء أن فئة باغية خرجت على إمام عدل وفعلت ما فعلت، نعم، فهم مسلمون لا يقتلوا. ولكن التفجير يا فضيلة الشيخ ما خرج إلا منهج التكفير. أنا أبين لك الحكم الشرعي. طيب. ثم بعد ذلك الواقع قد نختلف. طيب. هؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا يؤسرون ولا يتابعون إذا هربوا، هذه أحكام مفصلة في الشريعة حتى لو ثبت أن هذا إمام عدل وأن هؤلاء بغاة. إذا أنا أقصد شريعتنا شريعة العدل وشريعة الحكمة. الحوالي مفتي الإرهاب كان على صلة وثيقة بتنظيم القاعدة وبالإرهابي أسامة بن لادن، حيث دافع عنهم ووصفهم بالمجاهدين وطلبة العلم. في هذه الحلقة يسلط فريق شرارة الضوء على حقيقة هذه الشخصية الإرهابية ومن هم الذين يقومون بالترويج لها. نشأة الإرهابي: ولد سفر الحوالي عام 1950 ويعتبر أحد أخطر أدوات تنظيم الإخوان، حيث تتلمذ على أفكار ومدرسة سيد قطب التكفيرية. كما أشرف على رسالة الحوالي للدكتوراه الإرهابي الإخواني محمد قطب شقيق سيد قطب، الذي تأثر الحوالي كثيرا بأفكاره المتطرفة. الحوالي نشط في أواخر الثمانينات الميلادية واعترف في شريط كاسيت أن الدولة الإسلامية الأولى والوحيدة حسب وجهة نظره هي أفغانستان، والتي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية. يعتمد أعضاء تنظيم القاعدة في عملياتهم الإرهابية على فتاوي التكفير والتفجير التي تصدر من منظري الفكر الإرهابي، وعلى رأسهم سفر الحوالي، حيث أكدت وثائق استخباراتية إلى أن تنظيم القاعدة اعتمد على فتاوي صادرة من سفر الحوالي في عملية 11 من سبتمبر، الأمر الذي يؤكد خطر وشر هذه الشخصية الإرهابية المعادية للإنسانية والتي تسعى للخراب والهدم. الحوالي يصف الإرهابيين المطلوبين على خلفيات جرائم إرهابية بالمجاهدين، كما وصف الإرهابي أسامة بن لادن بأنه شيخ وطالب علم. يوجد من الشباب الذين يدعون الأفغان من يكفر الشيخ أسامة بن لادن تكفيرا ويعمل ضده، وهم هؤلاء قد يعملون أعمالا وهم لا ينتمون إليه. وقد يوجد أيضا من يعتقد أنه من أولياء الله. اسمح لي فضلا منك، لماذا تسميه الشيخ أسامة بن لادن؟ يعني احنا بطبيعتنا عفوا تأخذ أبدا نحن أي طالب علم وأي أخ لنا في الإسلام. يصر الحوالي عبر خطاباته وكتاباته على تكفير الدولة والمجتمع، حيث ذكر أن وجود بنك ومسجد في شارع واحد هو نوع جديد من الشرك. الحوالي طعن أيضا في هيئة كبار العلماء، وهو النهج الذي يتبعه منظري تنظيم القاعدة من التشكيك في العلماء والإساءة إليهم. لا يعترف الحوالي بالمملكة ولا بحدودها، فهو يسخر من مسمى الوطن ويسميه الحظيرة، وهذا هو منهج تنظيم الإخوان في استعلائهم على الدول والأوطان التي لا يعترفون بها. الحوالي استمر في خيانة الوطن والتحالف مع كل من يضمر الحقد على السعودية، حيث يدافع في كتابه عن جرائم العثمانيين وتدميرهم للدرعية، ويبرر إسقاطهم للدولة السعودية الأولى وقتلهم للإمام عبد الله بن سعود. الحوالي عمل جاهدا على نشر الفكر المتطرف والتحريض على العنف، وشرع في التدخل في دور الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية عندما أعلن عن مبادرة تخص المطلوبين والمتورطين في الأعمال الإرهابية. الأمر الأول عفو عام عن جميع المعتقلين وعن جميع المطلوبين الذين يسلمون أنفسهم، وتعهد بالدفاع عنهم وتخفيف العقوبات بحقهم وتكفله بموضوعهم. داب الحوالي على الدعوة للخروج على الدولة، وسمى رجال الأمن في السعودية بالمرتزقة الذين يسعون للكسب المادي، كما أيد في كتابه التكفيريين الذين يقاتلون الجيش ورجال الأمن. سار الحوالي على خطى منظري التكفير الذين يرون ضرورة التعاون مع إيران كونها الراعي الأكبر للإرهاب في العالم، حيث يبرر في إحدى كتبه تعاون تنظيم القاعدة مع إيران قائلا:
إنها توفر لهم الحماية واللجوء. وفي إشارة أخرى يذكر الحوالي أن استهداف القوات الأمريكية لمتطرفي القاعدة أشر من حرق السفارة السعودية في طهران أو القنصلية السعودية في مشهد. وبينما يحث سفر الحوالي على التعاون مع إيران ويمتدحها، فإنه يهاجم المواطنين السعوديين من بعض الطوائف والمناطق، مما يؤكد أن المعيار الوحيد الذي يتبعه الحوالي هو الإرهاب والتكفير. كبير التكفيريين سفر الحوالي في كتابه المسلمون والحضارة الغربية دعا إلى استضافة داعش في مكة المكرمة، ذلك التنظيم الذي أسال الدماء ونحر الأبرياء أمام الكاميرات مباشرة، حيث يقول الحوالي أنه يريد الذهاب إليهم ومحاورتهم. وساوى الحوالي في خطابه بين الدولة وبين تنظيم داعش التكفيري، علماً بأن الحوالي كان من أوائل الداعمين لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وللعلم هذه اليقظة وهذا الجهاد انطلق من العراق، انطلق من الموصل، ومن الموصل إلى حلب، ثم إلى دمشق، ثم القاهرة. وفي سابقة خطيرة التقى الإرهابي سفر الحوالي بشيوخ داعش الذين يؤيدهم ويتفق معهم في الجرائم البشعة التي ارتكبوها. إرهاب الحوالي وتطرفه طال شتى مناحي الحياة، حيث طالب بإلغاء إجازات السعوديين بغرض منعهم من السفر إلى الخارج. الحوالي الذي كان عدواً للعلم والتنمية حرم الابتعاث مدعياً أن هذا من الإجبار على المنكر. يقول الحوالي أن السعودية ستكون مستوردة للنفط بحلول عام 2025، وفي المقابل يقول أن إيران والعراق تتفوق على السعودية. مغالطات الحوالي السخيفة لا هدف لها سوى التقليل من المملكة وتمجيد نظام طهران الراعي للإرهاب. الإرهابي الخائن سفر الحوالي اعتاد على نشر الأكاذيب عبر كتاباته، حيث يقول أن نسبة الفقر في السعودية أعلى من فلسطين والأردن، وأن 85% من السعوديين بلا مسكن، وأنه لا يزالون يسكنون في العشش والصفائح. إساءاته وترويجه لمثل هذه الأكاذيب تبين مدى حقده على المملكة وقيادتها وشعبها. كبار العلماء في المملكة كانوا من العقلاء الذين تبينوا خطورة الإرهابي سفر الحوالي وحذروا منه، حيث نشاهد في هذه الوثيقة بيان الشيخ عبد العزيز بن باز وهو يحذر من خطورة سفر الحوالي ونهجه، وكذلك حذر الشيخ بن عثيمين من خطورة المتطرف الحوالي. يقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون عن سفر سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لأن الأصول السنة والجماعة أن لا يكفر أحد بذنب. وهذا كان نهج علماء المملكة في التحذير من خطر الخوارج والتكفيريين، وعلى رأسهم سفر الحوالي. قام الحوالي بتربية أبنائه على منهج التكفير والإرهاب، وتعلموا منه الحقد على وطنهم. ويظهر هنا ابنه عبد الله الحوالي وهو يبتغي الإرهاب ويسمي الإرهابيين بشيوخ الجهاد، كما يظهر هنا وهو يعلن التأييد والمبايعة لتنظيم الإخوان الإرهابي ويشارك في المظاهرات التخريبية. أولئك الذين يقومون بالترويج للحوالي في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدركون خطر أفكاره لو انتشرت في دولهم، لكنهم يقومون بالترويج له لحقدهم على السعودية، فهم إما حاقدين أو من المرتزقة والمأجورين الذين يخدمون الأجندة المغرضة والخبيثة تجاه المملكة وشعبها. اعترف الحوالي بشكل صريح بدعم الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وانتمائه إليهم. ماني حافظها الآن، مثلا سلمان العودة، سفر الحوالي، بعض الأسماء المعروفة، وأسماء أخرى كتبت عليها قلت لا يمكن أن أقولها لأني أعلم أنهم سيكونون في خطر. سلمان العودة وسفر الحوالي ورجل باعتبارهم ماذا؟ أعضاء في مجلس شورى هيئة النصيحة والإصلاح. التي أسسها بن لادن. اللي أسسها بن لادن أو هم أسسوها. ودعمه لما تقوم به هذه الجماعات من عمليات إرهابية تهدد استقرار وأمن الوطن، واعترافه أن أعمال التفجير والإرهاب هي الجهاد حسب ما يراه. وبما أن فكر الحوالي يشكل خطرا على الشباب والمجتمع، فإن أعداء الوطن حريصون على نشر أفكاره الإرهابية والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.